فأمده خاله ب20,000 من عسكر الإسبان، كما أرسل إليه الإيطاليون والألمان والبلاجيكا وغيرهم آلاف المقاتلين. حتى بابا الفاتيكان نفسه أمد جيش سيباستيان بآلاف المقاتلين، بالإضافة للجند الذين كان سيباستيان قد جمعهم من البرتغاليين ومستعمراتهم. وأبحر الملك بجيشه الكبير الذي وصل تعداده ل150,000 مقاتل، وفي مصادر أخرى فالأعداد كانت أقل من ذلك. لكن أيا كان فقد كان جيشا قويا، ورست مراكبه على شواطئ المغرب الحالية، وتحديدا في مدينة أصيلة التي كان المتوكل قد تنازل للبرتغاليين عنها. كما أرسل المتوكل مئات الفرسان للالتحاق بجيش البرتغال. وعلى الجهة المقابلة بدأ عبد الملك وأخوه أحمد بجمع جيش جرار لملاقاة البرتغاليين، إلى أن عسكر جيشه بمنطقة مناسبة، ثم راح يبعث برسالة إلى سيباستيان كتب فيها: لقد قطعت بطريقي إليك 16 مرحلة، ولكنك لم تقطع إلي لو مرحلة واحدة. رسالة استفزت سيباستيان الذي قرر تحريك جيشه على الرغم من تحذيرات مستشاريه، فعبد الملك كان محنكا عسكريا، وهدفه من استفزاز سيباستيان دفعه للتحرك والابتعاد عن مراكز الدعم والمؤن. وهذا ما حصل، فسيباستيان قرر التحرك لملاقاة عبد الملك، ووصل منطقة تدعى القصر الكبير بالقرب من وادي المخازن. وسريعا قام عبد الملك بهدم قنطرة جسر وادي المخازن لمنع جيش البرتغاليين من العودة، وتقابل الجيشان على طرفي الوادي. لكن حصل أمر مروع، حيث كان الملك عبد الملك يعاني من مرض عضال، وتوفي صبيحة يوم المعركة. لكن أخاه أحمد أخفى الأمر عن الجند كي لا يحبط من عزيمتهم، لتكون معركة طاحنة أسفرت عما يمكن اعتباره إبادة جيش البرتغال، الذي قتل نصفه ووقع نصفه الآخر بالأسر، كما قتل فيه الملك سيباستيان وحاشيته وجميع من في البلاط الملكي الذي رافقوا سيباستيان. أما عن المتوكل الذي خان بلاده وأعمامه فقد هرب، ووجدت جثته في النهر، وعبأها الجيش المغربي بالتبن وطافوا بها مدن المغرب ليكون المتوكل عبرة. وبذلك شهدت هذه المعركة وفاة 3 ملوك: عبد الملك والمتوكل وسيباستيان. أما عن نتائج هذه المعركة فربما تأثيراتها مستمرة حتى الآن، فقد انهارت البرتغال بعد هذه المعركة الخاسرة، وآل الحكم فيها لإسبانيا التي وضعت يديها على مستعمرات البرتغاليين. كما ورث الحكم في المملكة السعدية أحمد شقيق عبد الملك، وظل المتوكل عبرة لكل من يخون بلاده ويبيعها للمحتل الأجنبي.